أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. معاكم دكتور مهتز مطر، دكتور في الحركة الاهتزازية ومؤخرا في الحركة الموجية. لو سمحت بس أنا بشرب القهوة سادة. أيوة سادة، شكرا يا ابني شكرا. في مرة كنت أنا والعالم والمخترع وصديقي الحقيقة جيمس هيرتز كنا رايحين مع بعض رحلة صيد، فروحنا بقى دخلنا بقى في وسط البحر بالمركب وبدأنا إن احنا نرمي الصنانير ونستعد للصيد، وبدأنا ساعتها نتناقش في مواضيع ليها علاقة بالحركة الاهتزازية. المهم بعديها بشويه لقيت جيمي سرح قوي كده. انا يعني متعود اقول له يا جيمي لان كنت انا وهو وتوماس لامدا كنا اصدقاء من ايام الثانويه يعني، بس تومي بقى دلوقتي في انجلترا فما بقاش يجي لنا. فالمهم لقيت السناره بتاعت جيمي غمزت ولقيتها بدات تتهز جامد جدا جدا في الميه وتعمل حواليها دواير بشكل غريب جدا. فانا حتى نادي عليه اقول له يا جيمي خد بالك السناره بتاعتك غمزت، في سمكه واضح كده، بس هو كان سرحان جدا ما كانش مركز. فلما لقيته سرح بقى بالمنظر ده رحت واخد منه السناره وبتاع وبدات اشد 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 واحاول ان انا اعمل بيها اي حاجه كده ارفع بيها السناره دي. فالمهم بقى بدات ارفع جامد لحد ما مره واحده السناره سلكت وبدات ان انا اشدها مره جامده جدا، فراحت طالعه كده لقيت حاجه سودة طالعه طايره 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 في السماء قدامي، فطلع كيس بلاستيك. لما قدرنا نفهم الحركة الدورية والحركة الاهتزازية اللي اتكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت، الموضوع ده فتح عينينا على نوع تاني من الحركة موجود حوالينا كتير جدا، وهي فكرة الحركة الموجية. لو بصيت حواليك في الطبيعة هتلاقي في أمثلة كتير جدا على الموجات. أبسط مثال موجة المية، لما بنرمي أي حاجة في المية بتبدأ تعمل موجات، أو حتى وأنت بتشجع في الاستاد بتلاقي الناس تبدأ تطلع وتنزل تطلع وتنزل بالشكل ده علشان خاطر تبدأ تعمل موجة. حتى لما بتمسك حبل وتكون رابطه من الناحيه الثانيه وتبدا تحركه لفوق وتحت كده انت بتعمل موجه. انت كمان لو ركزت شويه هتلاقي نفسك اساسا انت شايفني وسامعني عن طريق الموجات، لان انت بتشوفني عن طريق موجات ضوئيه وبتسمعني عن طريق موجات صوتيه. ما هو الصوت والضوء في الاول وفي الاخر ايه؟ ما هما موجات. وعلشان كده احنا محتاجين نعرف بالظبط يعني ايه موجه وازاي الموجه دي بتتحرك، وايه هي الخواص اللي بتميز حركه الموجات عن حركه الاجسام العاديه، والاهم من كده هو انا ازاي اوصفها علشان اقدر اعمل عليها اختراعات وتطبيقات اقدر استغلها في حياتنا. لو انا حبيت اعرف الموجه فهقدر اعرفها على انها اضطراب بيحصل في وسط مادي علشان خاطر ينقل الطاقه من مكان لمكان. الكلام ده كبير قوي، طب ما تديني كده مثال افهم بيه انت تقصد ايه. ابسط مثال على حركه الموجات هو موجه السلينكي، ان انا ابدا اعمل اهتزازات بالسلينكي لفوق وتحت علشان خاطر ابدا اكون موجه زي ما انت شايف كده. طب ما تيجي بقى نبدا نشرح تعريف الموجه على المثال البسيط ده. انا دلوقتي عمال اعمل اهتزازات واضطراب بايدي نتج عنه موجه انتقلت من خلال الوسط المادي بتاعي اللي هو السلينكي نفسه علشان خاطر يبدا ينقل الطاقه الحركيه اللي انا عمال اعملها بايدي من خلال السلينكي للايد الثانيه. وهتلاحظ ان انا مضطر عشان خاطر اقدر ان امسك السلينكي من الناحيه الثانيه مثبت ايدي جامد علشان خاطر في طاقه حركيه عماله تهز في ايدي فوق وتحت بسبب انها انتقلت من ايدي دي لايدي دي. خد بالك من نقطة بقى مهمة جدا، هو الطاقة انتقلت من الوسط اللي هو السلينكي، بس لو تاخد بالك السلينكي نفسه ما اتحركش من مكانه، يعني ما كانش هنا وبقى هنا مثلا، هو فضل في نفس المكان، قعد يهتز في مكانه. ده بقى الفرق ما بين الحركة الانتقالية والحركة الموجية. ان الحركة الانتقالية ان الجسم بينتقل كله من مكان لمكان، انما في الحركة الموجية هو الجسم بيهتز في مكانه علشان الطاقة هي اللي بتتنقل من مكان لمكان مش الجسم اللي بينقل الطاقة نفسه. كمان نقدر نفهم الفرق بين الحركة الاهتزازية اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت والحركة الموجية من المثال ده. السؤال هنا بقى هو انا عملت الموجة دي ازاي؟ مش انا عملت الموجة دي عن طريق ان انا عملت اهتزازات في السلينكي وبالتالي الموجة مشيت في اتجاه معين، وبالتالي اقدر اقول ان الحركة الموجية ما هي الا حركة اهتزازية بس الفرق انها انتقلت في اتجاه معين. وعلشان كده كان لازم نفهم في البداية الحركة الاهتزازية علشان بناء عليها ابدا افهم الحركة الموجية. خد بقى الكلام اللي انا قلته ده وطبقه على اي موجة هتفهم هي الموجة دي بتتحرك ازاي. يعني مثلا موجة المية، لو انا بدات اعمل اهتزازات في الميه هتلاقي ان الاهتزازات دي انتقلت من خلال الوسط اللي هو الميه، وده نقل الطاقه الحركيه اللي انا عمال اعملها بايدي لجدران الحوض بتاع الميه. مثال كمان وهو الصوت، موجه الصوت بتنتج عن ان انا بدات اعمل اهتزازات في الاحبال الصوتيه عندي، وهو ده بيعمل اهتزازات في جزيئات الهواء اللي موجوده حوالينا علشان تنقل الصوت من عندي لعندك. هتقولي بقى المثال ده انا مش شايف فيه الاهتزازات اللي حصلت في جزيئات الهواء. طبيعي جدا لان جزيئات الهواء دي انت مش هتشوفها بعينيك، بس انا مش هحرمك من حاجه. تعالى يا سيدي هوريك الاهتزازات اللي بتحصل في الهواء
بس على حاجه مشابهه علشان تقتنع ان الصوت ده موجه وتقدر ان انت تشوف تاثيره بعينيك. في الاول بس عايزك توطي صوت الفيديو لان الصوت اللي احنا هنستعمله هيكون صوت مزعج جدا جدا، بس مش مهم، كله يهون من اجل العلم. احنا هنجيب جزيئات الملح اللي هي حاجات بسيطه جدا تقدر ان هي تتحرك بسبب الصوت، وهنبدا نسلط عليها سماعه بتطلع صوت التردد بتاعه عالي. لو بدات تبص على جزيئات الملح هتلاقي انها بتتحرك وبتهتز في مكانها بسبب الصوت اللي طالع من قلب الموبايل. وبما ان الصوت عمل اهتزازات في جزيئات الملح يبقى هو كمان بيعمل اهتزازات في جزيئات الهواء علشان خاطر ينقل الطاقه الصوتيه بتاعتي من مكان لمكان. واحد يسالني ويقول لي هو الصوت ده طاقه اساسا؟ اقول له طبعا، هو مش وانا بتكلم بعد شويه هتعب يبقى انا كده بذلت طاقه؟ مش السماعه اللي احنا بنستعملها عشان نطلع الصوت دي بعد شويه بطاريتها هتفضى؟ يبقى اذا هي بذلت طاقه. يبقى الصوت زيه زي اي موجه في الدنيا بتنقل طاقه. خد بالك كمان ان الموجه بتنتقل من خلال اي وسط ايا كان نوعه. يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي ان الموجه بتنتقل من السلينكي وهو وسط صلب، وموجه الميه انتقلت من خلال الميه والميه دي اساسا وسط سائل، وموجه الصوت انتقلت من خلال الهواء اللي هو وسط غاز. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه موجه وازاي الموجه دي بتتحرك، وشفنا كمان امثله كتير جدا حوالينا على الموجات. دلوقتي بقى عايزين ننتقل للمرحله الثانيه، وهي ان احنا نوصف الموجه ونوصف الكلام اللي احنا قلناه ده توصيف رياضي مظبوط علشان خاطر نقدر نفهم خواصها اكتر ونقدر نعمل عليها التطبيقات الكتير جدا اللي هي حوالينا في كل مكان. علشان خاطر نعرف نوصف حركه الموجه تعالى ناخد المثال بتاع السلينكي ده ونحاول نرسم حركته واحده واحده. خد بالك هنا ناخد بالنا من حاجتين، ان النقطه اللي انا عملت عليها الاهتزازه اول مره انتقلت من عندي لنص الحبل، وبالتالي النقطه دي بتنتقل من مكان لمكان في محور الاكس، وكمان الموجه دي انتقلت بعد زمن معين وهو الزمن اللي انا قعدت انزل وارفع فيه ايدي. يبقى اذا هي كمان بتتغير مع الزمن، والتغير كان هنا على شكل منحنى جاي. يبقى اذا الموجه بتقطع مسافه من مكان لمكان وبرضه بتقطعه في زمن معين. طب تعالى كمان اديك مثال نفهم بيه الموضوع ده اكتر. لو واحد بيتكلم وطلع موجه صوتيه هتعمل اهتزازات في جزيئات الهواء لحد ما تنتقل من مكان لمكان لحد ما توصل الناحيه الثانيه. يبقى هي كده قطعت مسافه معينه، وعشان كده الموجه بتتغير مع المسافه، واكيد الصوت ده هياخد وقت علشان يوصل من عندي لعندك، حتى لو كان الوقت ده صغير بس برضه هياخد وقت. وعشان كده الموجه مش بس بتتغير مع المسافه، لا دي كمان بتتغير مع الزمن. يعني انا لو عندي موجه بتنتقل في المسافه وعماله تكرر نفسها على شكل منحنى جايبي، اقدر اعرف هنا حاجه اسمها الطول الموجي، وهو المسافه اللي بعدها الموجه بتكرر نفسها. يعني احنا لو رجعنا لمثال الصوت هتلاقي ان الطول الموجي هنا هو طول الموجه الصوتيه اللي انا طلعتها واللي قعدت تنتقل في المسافه. يبقى احنا كده فهمنا الموجه ازاي بتتغير مع المسافه. طب ما تيجي كمان نرسمها مع الزمن ونشوف اللي هيحصل. هتلاقي ان كل فتره معينه الموجه عماله تكرر نفسها. هو الزمن اللي الموجه قعدت تكرر فيه نفسها ده مره واحده بس، هو ده اللي بنسميه الزمن الدوري. خاصيه ثانيه وهي فكره تردد الموجه، وهو ان الموجه بتاعتي دي بتعمل كام دوره في الثانيه. يعني كل ما بتعمل دورات اكتر في الزمن كل ما كان التردد بتاعها اعلى. وخد بالك كمان ان تردد الموجه بيعتمد على مصدر الموجه. يعني احنا لو مسكنا الشوكه الرنانه وبدانا ان احنا نهزها ونحطها جوه الميه هتلاقي ان الموجه بتاعه الميه بتتحرك بتردد الشوكه الرنانه نفسها، وعشان كده بنقول ان تردد الموجه بيعتمد على المصدر اللي عمل الموجه اساسا زي ما شفنا في مثال الشوكه الرنانه. النقطه بقى المهمه هي مش الموجه دي بتنتقل من مكان لمكان في زمن معين يبقى اكيد ليها سرعه، ما هو مسافه وزمن يبقى في سرعه، وزي ما احنا عارفين سرعه اي حاجه في الدنيا هي بتاخد مسافه قد ايه في زمن قد ايه. وبما انها بتقطع الطول الموجي في خلال زمن اسمه الزمن الدوري يبقى اذا نقدر نقول ان السرعه بتساوي الطول الموجي على الزمن الدوري، وبالتالي نقدر نقول ان السرعه بتساوي اللمضه في النيو اللي هو التردد، لان التردد بيساوي 1 على الزمن الدوري. ومع ذلك هتلاقي سرعه الموجه ولا بتعتمد على الطول الموجي ولا اساسا بتعتمد على التردد، مع انها بتساوي الطول الموجي في التردد لكنها ما بتعتمدش عليهم هما الاثنين. علشان تفهم الكلام ده تعالى ادي لك مثال. لو انا سالتك هو صوت الست اسرع ولا صوت الراجل هتقول لي والله الاثنين سرعتهم واحده، بدليل ان انت لو جبت راجل بيتكلم وجبت ست بتتكلم هتلاقي ان الصوت بتاعهم وصل لك في نفس الوقت. يعني مثلا مش هتلاقي الراجل صوته مثلا سابق حركه الشفايف بتاعته او حتى في الست يحصل كده، وده معناه ان سرعه الصوت بتاعه الراجل هي سرعه الصوت بتاعه الست، بس هتلاقي ان تردد الست حاد اكتر عن تردد الراجل، وده معناه ان التردد بتاع صوت الست اعلى من التردد بتاع صوت الراجل. بس هتكتشف ان العكس بقى في الطول الموجي، ان الطول الموجي للراجل اعلى من الطول الموجي للست، وبالتالي لو جيت قلت السرعه
السرعه بتاعتهم هما الاثنين بتساوي ايه؟ هتقول لي والله لو تردد الراجل مثلا نيو 1 والطول الموجي بتاعه لامدا 1 وتردد الست نيو 2 والطول الموجي بتاعها لامدا 2، فتكتشف ان نيو 1 في لامدا 1 بيساوي نيو 2 في لامدا 2، لان لامدا 1 اكبر من لامدا 2، بس بالعكس نيو 1 اقل من نيو 2. وفي الاخر لو ضربت الرقمين في بعض هتلاقيهم هما الاثنين بيدوا لك نفس سرعه الصوت في الهواء اللي هي تقريبا 340 متر على الثانيه. وبالتالي نقدر نقول ان سرعه انتشار الموجه بيعتمد بس على نوع الوسط اللي الموجه دي بتنتقل من خلاله، سواء هواء او غيره. وبكده يبقى احنا قدرنا نفهم حركة معقدة جدا زي الحركة الموجية، ومش بس قدرنا نفهمها، ده احنا كمان وصفناها وفهمنا الخواص بتاعتها، وده مكننا من ان احنا نقدر نكتشف موجات كتير جدا حوالينا في الكون. ومش بس كده، ده احنا كمان قدرنا نستغلها علشان نعمل تطبيقات كتير جدا موجودة حوالينا وبنستخدمها كل يوم. اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تعمل سبسكرايب على القناة وتتابعنا على السوشيال ميديا. يلا سلام.